مساء الخير، اخبارك يا رب تكونوا بخير. معاك دكتور احمد عبد الله، استشاري نساء وتدريب متاخر الانجاب. بصوا يا جماعه، النهارده هنتكلم عن موضوع انا اوريدي اتكلمت فيه قبل كده اكتر من مره، وعملت له قبل كده فيديو بس من حوالي سنتين. هو موضوع وسائل تنظيم الاسره، الفاميلي بلاننج. بصوا يا جماعه، هو الموضوع ده انا عارف انه مهم، وعارف انه شائك، وعارف انه في مشاكل كتير، وعارف ان بالذات السيدات بيبقوا مش عارفين ايه الوسيله المناسبه ليهم، وبتروح عند مثلا فلان فيقول لها لا دي احسن حاجه ليكي، تروح لحد تاني في نفس الوقت من باب ان هي بتسال او عايز تاخد ماتش مور انفورميشن او بتجمع داتا جاذرنج يعني، فتسال حد تاني يقول لها لا والله دي انت احسن وسيلي كذا، اصل انت حالتك كذا او حالتك كذا. انا النهارده ببساطه شديده جدا هكلمكم عن وسائل تنظيم الاسره، وهتكلم عن الموضوع ده بشكل لطيف جدا جدا وبطريقه لذيذه، وهديكم الانواع، وهعرفكم الحاجات اللي موجوده في السوق الاكثر شيوعا والاكثر شهره، وهعرفك حالتك او هخليكي انت نفسك تقدري تقيمي حالتك وتعرفي الوضع عندك ايه، وبناء عليه تبقي عارفه ايه الوسيله اللي ممكن تستخدميها كوسيله مناسبه ليكي. طبعا الفيديو هيبقى طويل شويه لان هو موضوع كبير جدا، فانا هقسمه على اكتر من فيديو هنتكلم فيهم ان شاء الله كلهم بالتفصيل. لو احنا اول حاجه نتكلم عنها مقصود بكلمه تنظيم الاسره ايه، هي الفكره كلها ان انا عايزه يكون عندي عدد اطفال معينين بينهم سبيسنج او بروبر جابينج كويسه، يعني في مسافات بينهم كويسه. احنا قلنا اول حاجه ومهمه جدا ان الست بعد الولاده، ودلوقتي الحمد لله ربنا كرم وحصل ولاده وكل حاجه تمام، بنقول دايما احنا بندي فرصه للطفل انه يرضع ويستفيد من لبن امه بشكل كويس. فالطبيعي ان احنا بنقعد معاه من سنه ونص لسنتين، وده بيكون فير انف جدا. فانا النهارده عايز اعمل سبيسنج ده، فانا النهارده محتاجه ان ناخد وسيله تتناسب مع هذه الفتره. يبقى اول حاجه هنتكلم عنها ان موضوع الفاميلي بلاننج او تنظيم الاسره هدف منه هو ان انا اعمل بروبر سبيسنج او اعمل مسافات جيده ما بين الولاده والولاده اللي بعدها، او الحمل والحمل اللي بعده. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما بنيجي نستخدم الوسائل دي بنقدر بيها نحدد ونعمل حاجه اسمها voluntary infertility. يعني ايه؟ بعمل بيها نوع من انواع العقم هنقول يعني العقم اللي هو هنقول ايه، شخصي، او يعني انت موافقه عليه voluntary بموافقتك او بقناعتك، فاهم وجهه نظري؟ اللي هو اختياري. فانت بتعملي بيه حاجه اسمها عقم اختياري، ان انت بتيجي فترات معينه تاخدي وسائل من الحمل عشان خاطر تضمني الفترات دي مش هيحصل فيها حمل عندك نهائي. وده الشق الثاني. الشق الثالث ان انا من خلاله بقدر ابقى عارف كويس قوي ان لو عندي شويه مشاكل ليها علاقه بريكارنت ابورشن او عندنا تكرار عمليه السقوط المتكرر، بيكون نتيجه ضعف ومشاكل في هرمونات الجسم او ان سمك بطانه الرحم مش جيد. فساعات في بعض الحالات بندي ادويه منع حمل عشان خاطر نرتب دورتنا ونخلي الدوره بتاعتنا كويسه، وبعوض عن طريق بدي استروجين وبروجستيرون من بره، اللي هي استروجين او بروجستيرون خارجي، عشان اقدر اعمل بيه ترتيب للدوره وانزلها في مواعيد مناسبه، واقدر اعمل بيها تحفيز بشكل او باخر للمبايض بعدين. يعني انا النهارده بدي الادويه دي عشان خاطر بقول للجسم شكرا ريح انت شويه، انا هدي حاجات من بره عشان اعمل كنترول على الموضوع، وفي نفس الوقت بمشي بيها فتره لحد ما ارتب دورتي عشان خاطر لما اجي اشتغل بعد كده النيوترو انسيميشن تلقيح صناعي او اشتغل حقن مجهري، السبيسنج ده مهم قوي بالنسبه لي. فانا لازم ارتب دورتك الاول عشان خاطر اغلب الادويه والبروتوكولز اللي موجوده سواء اذا كان في النيوترو انسيميشن او في الحقن المجهري بتعتمد على البروبر تايمنج. انا ليا مواعيد معينه او اوقات معينه بدي فيها الادويه الهرمونيه او التنشيطيه او التحفيزيه للمبيض، فلازم تكون عندي دوره مترتبه، ابقى عارف اول يوم امتى، ثاني يوم امتى، اليوم ال 21 من الدوره امتى، هدي ايه وهعمل ايه، واشوف سمك بطانه الرحم عندي، واشوف الكلام ده حاجه اسمها تريبل لاين. يعني بيكون عندي خطوات كتير لازم ابقى فاهمها. فانا ادويه منع الحمل ليس الهدف منها فقط هو منع الحمل، الا وهو ترتيب حياتك، نخلي حياتك ليها شكل وليها نظام معين قدامي عشان بناء عليه اقدر احدد الوقت المناسب اللي انا هعمل فيه التدخل بتاعي. فاحنا ده موضوع الفاميلي بلاننج، وليس الهدف منه فقط ان انا منع الحمل، لا هو ليه اسباب وليه اغراض ثانيه كتير تفرق معانا في شغلنا. ده رقم واحد. رقم اثنين وهتكلم عنها مهمه جدا، ايه هي انواع وسائل منع الحمل؟ لو انا النهارده عايز اتكلم في الموضوع ده هنلاقي ان انا عندي 7 كاتيجوريز او عندي 7 اشكال. تمام؟ اكثرهم شيوعا وشهره اول جزء فيهم خاص بمين؟ الفسيولوجيكال ميثود او الوسيله الفسيولوجيه لمنع الحمل. رقم واحد. رقم اثنين، انا في حاجه اسمها ميكانيكال ميثود، الوسيله الميكانيكيه، ان انا بحط حاجه في مكان ما غير المتعارف عليه هتعمل مشاكل معانا في الحته دي فتمنع عمليه حدوث اختلاط البويضات وتوقف الموضوع. طب الشق اللي بعده قال لك ان انا ممكن استخدم مواد احطها عند السيده في المهبل عشان يكون الهدف منها ان هي تاثر على حركه الحيوانات المنويه، وممكن كمان تقتلها وبالتبعيه تاثر على حدوث الحمل، تمنع. ده الشق الثالث. طب اللي بعده نستخدم ايه تاني؟ قال لك يا دكتور ممكن نستخدم حاجه اسمها انترا يوتراين ديفايسز او كونترسبتيف ديفايس، اللي هي وسائل منع الحمل المعروفه اللي هي اللوالب بانواعها واشكالها كلها، ودي هنشرحها برضه ان في انواع انرت، في انواع بيكون فيها هرمون، وهنشرح الكلام ده كله بالتفصيل عادي خالص. طب في ايه تاني كمان يا دكتور بعد ما قلنا موضوع اللوالب؟ قال لك لا، في حته مهمه جدا هي الشق الدوائي او الهرموني، وده طبعا احنا في مصر يعني قتل بحثا، واغلب الدول ده اكثر الحاجات شيوعا عندنا، يا لولبي هرمون يا لولبي هرمون. تمام؟ وده بيتقسم شقين، بنقول دايما في الحالات اللي زي دي في نوع فيهم بيكون هرموني
ثنائي يعني في 2 هرمونات مع بعض، وفي نوع تاني بيسميه احادي الهرمون هو البي او بيز اسمها بروجستيرون اونلي بيلز، كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز اللي هي الثنائيه وبروجستيرون اونلي بيلز. فكده دول شقين. طب نيجي بقى اخر حاجه خالص، حاجه اسمها سيرجيكال مانوفرز او بنسميها سيرجيكال ستيرلايزيشن، ويقصد بيها هنا عمليه التعقيم الجراحي، ان انا بعمل عقم جراحي مش هيتحل نهائي الا تدخل برضه جراحي، تمام؟ او تدخل مانوفر زي اي في اف او غيره. حتى الانجيتو اكسامينيشن او الترقيع الصناعي لن يجوز في هذه الحالات. فهيبقى الموضوع ده انا بدور على حمل عند السيده دي، اذا انا هلجا لحاجه واحده بس، او هي الحقن المجهري قولا واحدا. هنتكلم النهارده في الفيديو ده قدامنا دلوقتي على الجزء الاولاني خالص اللي الناس بتغفله. حضرتك يا فندم اثناء الفترات بتاعه الحمل بتاعتك، حضرتك ربنا كرمك، حملنا، ولدنا، خلصنا كل حاجه وبدانا في شق الرضاعه. من ضمن الوسائل الطبيعيه لمنع الحمل، ودي نقطه مهمه جدا جدا، حاجه اسمها البروبر سبيسنج، ان انا بدي مسافات كويسه ما بين الحمل والتاني. ان انا بعتمد في الموضوع على حاجه اسمها كالندر، المواعيد بتاعه الاوفيوليشن او التبويض امتى. بعتمد على علامات بتحصل عند الست في جسمها تخليني اعرف هي تبويضها امتى، زي ارتفاع درجه حراره الجسم او السيرفايكال ميوكس اللي هي بنسميها الافرازات المهبليه. فانا عندي مؤشرات بتخليني اعرف ان ده الفتره غالبا اللي هيحصل فيها عمليه خروج البويضه، فانا ابعد عن الوقت ده عشان ما يحصلش حمل. ده امتى؟ لو انا دورتي منتظمه وبتنزل بشكل منتظم، تمام؟ طب بعد الحته دي احنا قلنا عن طريق ان انا بستخدم الكالندر او اللي هو بنسميه السيف او بروبر سبيسنج، في حته ثانيه مهمه شويه قال لك هي اللاكتيشن، ان انا بعمل برولونجد لاكتيشن. الست اثناء فترات الرضاعه بيبقى فيه هرمون برولاكتين زياده، واحنا قلنا هرمون برولاكتين من الهرمونات اللي بتعادي هرمونات التبويض. فلما البرولاكتين عندي بيعلى، اذا هرمونات الاف اس اتش والال اتش اللي هي مسؤوله عن تخصيب البويضات او تجهيز البويضات عشان تخرج وتتخصب هتقل، فبالتبعيه مش هيبقى عندي تبويض كويس. فانا عملت بنسميه فولانتري انيفيوليشن، بخلي التبويض عندي مش احسن حاجه. طب هل الوسيله دي اكيد مضمونه؟ قال لك لا، مش مضمونه 100%، بس عند بعض السيدات بتجيب نتيجه كويسه جدا جدا. طب في شقين تانيين كمان ممكن اعتبرهم كوسائل طبيعيه لمنع الحمل، لك هي ان اثناء الجماع بنقول للزوج قبل القصف قبل الاجاكوليشن بنقول له بنعمل حاجه اسمها كويتس انترابتس او كويتس انترفيرمس، انا بقول له نسحب العضو الذكري سريعا من المهبل ويحصل القصف خارجي. طب احنا الوسائل دي كلها قلنا وسائل فسيولوجيه، انا ما بستخدمش فيها اي ادويه ولا اي شيء، عادي خالص، انا الموضوع كله طبيعي، حركات معينه بعملها بخلص الموضوع ده، بحاول اتفادى ان يحصل فيه حمل. احنا قلنا اول جزء البروبر سبيسنج بعتمد على الكالندر، بعتمد على المواعيد بتاعتي، يبقى انا لازم يكون عندي دوره بيرفكت تمشي 10 على 10 مفيش فيها اي مجال لاي خطا، مظبوطه، عشان بناء على الدوره المظبوطه دي هقدر احدد ايام التبويض. ولما احدد ايام التبويض باجي اقول للزوجه والزوج بعد اذن حضراتكم، لو احنا النهارده يوم تبويضنا يوم 14 من الدوره، في الدوره الايدل هي كل 28 يوم، بقول له بعد اذنك قبل الميعاد بتاع التبويض بيومين، وبعد الميعاد بيومين، ويوم التبويض كده 5 ايام مفيش فيهم جماع خالص. ده مش هقدر اوصل له عمري الا اذا كان عندي دوره مظبوطه. فده للاسف ما بيكونش متاح عند السيدات كتير اللي هي مواعيد دورتها مظبوطه 100%. ده الشق الاولاني. طب الشق الثاني، انا النهارده جيت قلت اعتمد على السيرفايكال ميوكس، تمام، حاجه اسمها سيمتو ثيرمال ميثود اللي هي كومباينيشن ما بين السيرفايكال ميوكس، تمام، اللي موجود معانا، وفي نفس الوقت كمان الشق الثاني المهم اللي هو ارتفاع درجه حراره الجسم اللي هو بنسميها بيزل بلد تمبريتشر. الست النهارده ممكن عادي جدا يحصل عندها ارتفاع بسيط في درجه الحراره بعيدا عن ميعاد التبويض. الست جالها انفكشن، جالها عدوى، فانا النهارده مش هقدر احدد هل ارتفاع درجه الحراره دي نتيجه تبويض عادي، ولا هي الفتره دي لاي سبب من الاسباب جالها دور برد، بكتيريا انفكشن، التهاب كتير، اي حاجه رفعت درجه حراره الجسم عندها. فدي مش وسيله اكيد اقدر اعتمد عليها. اذا الفسيولوجيكال ميثودز وسائل مستخدمه ولكنها ليست وسائل اعتماديه، ليها ظروف وطقوس خاصه عشان تشتغل معانا كويس، تمام؟ ده كده الجزء الاساسي، او دي اول نقطه كلامنا فيها، اللي هو الشق الفسيولوجي من وسائل منع الحمل، تمام؟ ان شاء الله هيبقى في فيديوز ثانيه هتكلم فيها بالتفصيل عن الجزئيات دي. ولو عايزين تشوفوا يا جماعه العمليات والاوبريشنز بتاعتي كلها، سواء كانت عمليات ليها علاقه بالتجميل النسائي الجراحي وتجميل منطقه المهبل والاخر والكلام ده، او تصليح حالات ولاده طبيعي قبل كده كان عندها تشوه بسيط في المكان ده، او حتى تشوهات خلقيه من بدايه البنوته من اول حياتها خالص، هتلاقوا الفيديوهات دي كلها ان شاء الله، والقيصريات والاستئصال وكله متاح على الاكونت الاحمر اليوتيوب، تمام؟ ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، ميرسي جدا جدا ليكم. وهيبقى في طبعا سلسله كامله هنشرح فيها الموضوع ده، انا هحاول النهارده اصورها على قد ما اقدر ورا بعضه يعني، بس هطلع في كذا بارتيشن. ف ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، وستي تيوند فور ماتش مور فيديوز، ميرسي جدا جدا ليكم، باي باي.